ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طيب كده يا صغير، رجعت لكم كده باقوى نسخه وافجر نسخه هتشوفها في مجالك حرفيا. طبعا يا صديقي كده عاوزك تتابع الشرح الاول للاخر. لو انت مش مشترك عاوزك تخبط اشتراك كده وتنضم مع اخواتك عشان منزل نوصل كده 9 كي اخ واخت. طبعا عشان في هديه اقسم بالله طرش. عاوزك كده يا صديقي كده ركز في شرح النهارده، عشان انا مش جاي لك بنسخه جولد ولا نسخه جي بي ولا نسخه ام اي. تمام، عاوزك تركز معايا يا صديقي عشان ده اقوى نسخه هتشوفها في مجالك حرفيا. زي ما انت شايف كده يا صديقي النسخه بوضع الدارك مود، زي ما انت شايف كده حاجه كده اقسم بالله نهايه مجال. زي ما انت شايف عندك هنا طبعا يا صديقي نسخه بالزي اللي انت شايف كده، لون الدارك والابيض حاجه كده طرش. تمام، عندك هنا طبعا عندك هنا الرغي، طبعا عندك هنا اللمه زي ما انت شايف الجربات اهو. طبعا عندك هنا الاستيد، وزي ما انت شايف عندك هنا الاستيد بتاعي نزل ستوري يا مشهور. وعندك هنا الزن اللي هو الرن والكلام ده زي ما انت شايف. طبعا النسخه يا صديقي نسخه مجال زي ما انتم عارفين. وعندك هنا صديقي تعرف تضيف اكتر من حساب في النسخه. طبعا عندك هنا طبعا كنت وضع الطيران، عندك هنا كنت وضع الشبع، وعندك هنا الكاميرا. تمام، طبعا يا صديقي كده عايزك تركز في الشرح عشان طبعا النسخه باسورد، وطبعا النسخه بتشغل ارقام المحظوره. زي ما بقول لك كده النسخه بتفتح الارقام المحظوره. لو انت بتحط الرقم كده على نسخه كده معدله جي بي او اي نسخه تاني ويجي لك رساله اللي هي بتزعج كل الناس اصلا، لابد من استخدام واتساب رسمي. حرفيا كده صديقي اقول لك وداعا للمشكلات، لابد من استخدام واتساب رسمي. تمام، عايزك كده صديقي تركز في الشرح عشان اول حاجه كده اصلا النسخه باسورد اقول لك رقمين في رقمين. تمام، وطبعا يا صديقي اول ما تسمع الشرح وتفك الضغط طبعا يظهر لك الملف بالشكل اللي انت شايفه ده اللي هو ده. تمام، طبعا يا صديقي زي ما انت شايف طبعا انت اول ما تفك تسمع الباسورد اللي انا اقوله بصوتي، اول ما تفك الضغط كده يظهر لك ملفين بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا يا صديقي كده اول حاجه كده زي ما انتم عارفين، طبعا مش بحب ابدا من الاول عشان انا لو بدات من الاول طبعا اتاخر في الفيديو وفي ناس هتقول لي انت بتكسب ريتش ومش عارف ايه وانت بتطول ليه يا الكلام ده. تمام، اول حاجه يا صديقي اقسم بالله انا اصلا مشغل رقمي المحظور باللي انت شايفه ده. تمام، يعني انت مثلا اول حاجه اول ما تفك الضغط كده ثبت عندك هنا الواتساب اللي انتم متعودين عليه، النسخه اللي هي الاولى. تمام، اللي هي النسخه بتهنج والنسخه اصلا بتجيب اعلانات والكلام ده. اول حاجه تحط الرقم اللي هو محظور عادي بدون اي مشاكل، هيطلب كود معاك عادي. تمام، وتحط الرقم يوصلك الكود وتدي الصلاحيات وكل حاجه، ترجع صديقي في نفس الملف اللي انت فكيت ضغطه. وطبعا هتثبت واتساب اللي انت شايفه ده، واتساب اللي هي العاديه ديتي اللي هي والدارك مود كده. النسخه اصلا اقسم بالله طرش زي ما انت شايف كده، النسخه سريعه بدون اعلانات وبدون تهنيج حرفيا. تمام، يلا بينا كده نشرح مميزات النسخه كده على السريع عشان ما اطولش عليك. عندك هنا صديقي لو دوست على الثلاث نقط كده اهو تلاقي النسخه بالشكل اللي انت شايفه ده. عندك هنا طبعا مزيد من الخيارات، عندك هنا مجموعه جديده، عندك هنا اعمل بي سي جديد الاجهزه المرتبطه، عندك هنا رسائل مميزه بنجم، عندك هنا طبعا الاعداد. تمام، ادخل كده عندك على المميزات والخيارات. تمام، عندك هنا صديقي كده عندك هنا طبعا عندك هنا عائد تشغيل اللي هي النسخه دردشه جديده. عندك هنا مميزات النسخه، خش كده على مميزات النسخه زي ما انت شايف كده النسخه تفتح بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا بركز كده بشكل جامد. تمام، طبعا عندك هنا العام زي ما انت شايف. طبعا عندك هنا صديقي تعرف تغير لغه النسخه زي ما انت شايف، اسبانيه مصريه اي حاجه، انجليزي الاسباني الايطالي زي ما انت شايف. تمام، طبعا عندك هنا تنفع برضو تغير الرموز التعبيريه. تمام، عندك هنا طبعا نمط الخط لو انت حابب تغير نمط الخط بتاع النسخه اصلا، انت حابب تخليها ايفون اي انت خط انت يعجبك. تمام، طبعا صديقي تعرف هنا برضو زي ما قلت لك تعرف تغير الرموز التعبيريه عادي، تحمل اهو الرموز التعبيريه اي او اس واحد، وعندك هنا فيسبوك والكلام ده. تمام، نطلع كده عادي وعندك هنا صديقي الشهر اصلا زي ما انت شايف. طبعا عندك هنا هتلاقي الاعدادات البلس اللي هي العاديه بس خد عندك هنا مجموعات دردشه منفصله لازم تفعل دي يا صديقي عشان دي تفصل الجروبات عن المحادثات. تمام، طبعا عندك هنا صديقي تعطيل واجهه المستخدم الرئيسيه الجديده، عندك هنا اشعار اتصال عبر الانترنت، عندك هنا اخفاء ايقونه الكاميرا زي ما انت شايف، عندك هنا اخفاء ايقونه البحث، عندك هنا اظهار ايقونه اضافه الحساب. تمام، عندك هنا اخفاء ايقونه وضع الطيران زي ما انت شايف كانت بره هي اصلا. تمام، عندك هنا اخفاء ايقونه وضع الشبح، عندك هنا تعطيل الدردشه المخفيه. طبعا هنا تعيين اسمي. تمام، يعني ايه مثلا انت بتلاقي كلمه واتساب كده من بره، لو انت يا صديقي لو انت حاطط اسمك في البايو لو دوست كده تعيين اسمي هيحط اسمك يا صديقي كده بدل كلمه واتساب اللي انت مثلا بتخفي شخص او اي حاجه. تمام، عندك هنا تعطيل الحاله تحت اسمي. تمام، عندك هنا اخفاء علامه تبويب المكالمات، عندك هنا اخفاء علامه تبويب المجتمع، عندك طبعا هنا اخفاء علامه التبويب الحاله التحديثات والكلام ده. تمام، عندك هنا تعطيل اللي هي جهه الاتصال عبر الانترنت حال اخر ظهور، عندك هنا مؤشر اتصال عبر الانترنت. طبعا عندك هنا صديقي تثبيت اكتر من 3 محادثات. تمام، يعني انت تقدر دلوقتي تثبت بدل 3 محادثات تخليه يا صديقي 30 او مثلا اكتر من كده. تمام، زي ما انت شايف اهو مكتوب لك. تمام، عندك هنا اخفاء كلمه المزيد، عندك هنا اخفاء دردشه المؤشفه. طبعا عندك هنا اهو اخفاء مرشح للتنزيلات والكلام ده. عندك هنا صديقي اخفاء كلمه القنوات لو لقيت اي قنوات اللي هي بتظهر كده عادي. تمام، فعلت ده كده تنسى اي قناه تظهر لك. تمام، عندك هنا اخفاء كلمه القنوات الموثقه بها. تمام، نطلع كده
وتدخل عندك كده على كلمة الآخرون كده، تمام. زي ما أنت شايف عندك هنا تعطيل الموضوع الجديد، زي ما أنت شايف إن عندك كل حاجة بالعربي أهو بدون أي مشاكل، تمام. عندك هنا النسخة الملاحظة الصوتية والكلام ده، سيتم تحويل الملاحظة الصوتية إلى نص دون الحاجة للاستطلاع عليها، تمام. عندك تمام. عندك هنا واجهة المستخدم الجديدة، تمام. زي ما أنت شايف كده أهو. عندك هنا واجهة مستخدمة قائمة الجديدة اللي هي بتاعة الاي اس. عندك هنا الأسرار الشخصية على الصفحة الرئيسية. عندك هنا حالات نمط الفيسبوك الجديد. عندك هنا اخفاء الميديا اللي هي اخفاء زر الميديا وشروط البحث اللي هي بتكون هيكون اللي فوق، تمام. اطلع كده وعندك هنا صديقي خد عندك اول رقمين من الباسورد اللي هيكونوا 20، تمام. عندك هنا محادثه زي ما انت شايف كده اهو. طبعا عندك هنا تعطيل حاله اتصال، تمام. عندك هنا اخفاء يكون دي ترجمه رئيسيه. طبعا سيبك من اللي الزر الانجليزي ده ملوش اي لازمه اصلا. عندك هنا اصلا تاكيد رساله الملصق. عندك هنا مؤشر المشرف. طبعا سيتم عرض ايقونه بجوار اسم المستخدمين المسؤولين عن المجموعه، تمام. عندك هنا دردشه وهميه، تعرف يعني تفيك شتات والكلام ده، يعني عامل زي يبقى ايه زر عكس رسائل، تمام. عندك هنا تعطيل رد الفعل بنقرتين. عندك هنا تغيير اعجابات بالرموز التعبيريه. الاتصال السريع الشريط الاجانبي. وموضوع الشريط الاجانبي الاتصال السريع زي ما انت شايف. طبعا معلش انا بشرح النسخه كده سريع عشان مش حابب بس اطول عليك بس مش اكتر. طبعا يا صديقي عندك هنا الوسائل زي ما انت شايف. عندك هنا رسائل الصوره بدقه كامله، يعني بدقه العاليه. تفعل ده طبعا، وتفعل عندك الاربع خيارات دول لازم، تمام. هنا رسائل مقطع فيديو اكبر من 16 ميجا، يعني تقدر دلوقتي تحول فيديو او تبعت فيديو اكتر من 16 ميجا. طب متخيل حاجه كده، اقسم بالله كميه جمال. طبعا عندك هنا صديقي رسائل صوتيات اكبر من 16 ميجا برضو. عندك هنا طبعا حاله الفيديو الحاله مثلا بتنزل انت 30 ثانيه، بتنزل دقيقة. طبعا تعرف تنزل برضو حالة دقيقة مدتها دقيقتين 3 أو 5 دقايق كمان، تمام. اطلع كده يا صديقي وعندك هنا خصوصيات زي ما انت شايف. عندك هنا تجميد اخر الظهور، تعطيل اعاده توجيه، تمام. عندك هنا عرض مره واحده للتعطيل، تمام. وزي ما انت شايف عندك هنا طبعا تلاقي عندك هنا الاعدادات البلس اللي هي العاديه. عندك هنا حاله المكافحات الحذف، اخفاء حاله العرض. وزي ما انت شايف عندك هنا اظهار علامه الزرق بعد الرد، مكافحه حذف الرسائل، تمام. يعني حاجه كده انتوا كلكم عارفينها اصلا. عندك هنا الحمايه زي ما انت شايف. طبعا عندك هنا اهو لو تعرف باسورد للنسخه، تمام. طبعا يا صديقي عندك النسخه الخطيه والاستعاده لو حبيت تستعاد اي دردشات قديمه وكده، تمام. طبعا يا صديقي زي ما انت شايف كده النسخه اقسم بالله طرش، والنسخه مش بتهنج ولا اي حاجه من دول. طبعا يا صديقي كده لو انت دخلت النسخه وبتظهر لك الرساله البارده دي ملهاش اي علاقه بالنسخه اصلا، تمام. زي ما انت شايف كده يعني عادي لو دوست كده عادي زر تروح كده تلاقي النسخه اشتغلت عادي معاك بدون اي مشاكل، تمام. وزي ما انت شايف كده يا صديقي النيم بتاعها اتحط اهو، تمام، اللي هو وضع اسمي، تمام. زي ما انت شايف طبعا النسخه اهو زي ما انت شايف سريعه اقسم بالله. وطبعا النسخه مش مفيش حاجه اسمها تاخر الرسائل، النسخه كده سريعه كده، تمام. زي ما انت شايف كده اهو نسخه اقسم بالله طرش زي ما انت شايف، وبدون ما تهنك وطبعا بدون اعلانات، تمام. وبس كده يا صديقي. طبعا هسيب لك رابط النسخه ديتي في قناه تليجرام، وعايزك كده يا صديقي تنضم قناه تليجرام. قبل ما انزل حاجه على اليوتيوب طبعا بنزلها لاخواتي على التليجرام وباخد رايكم فيها، تمام. وخد عندك اخر رقمين من الباسورد ده يا صديقي اللي هيكونوا 05. وبس كده يا صديقي، وما تنساش اللايك والكومنت الجميل بتاعك، واشوفكم فيديو جديد وسلام.